خاطئة. من جانبها رأت صحيفة التايمز أن هناك مخاوف حول ترتيبات الخلافة في السعودية بعد إخضاع الملك عبد الله لما قال عنها البلاط الملكي أنها فحوصات طبية، أثار نرفزة شديدة في المنطقة وقلق حول مصير الدولة النفطية العملاقة في ظل التحديات الإقليمية. مشاهدينا، السعودية بين ترتيب البيت الداخلي والتحديات الإقليمية حصاد عام 2014 أتحدث به حوله هذه الليلة مع الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح في السعودية. مرحبا بك دكتور سعد. بداية بنظرة سريعة وجردة لعام 2014، ما هي المحطات الرئيسية التي ميزت السياسة أو الحياة إذا صح التعبير السعودية؟ أهم 3 أو 4 أحداث. رقم 1 التعيينات التي حصلت على المستوى السياسي، تعيين مقرن وتنقلات تقوي مركز الأمير عبد الله الملك عبد الله، مثل تعيين ابنه لأمير الرياض وابنه الآخر أميرا لمنطقة مكة المكرمة. هذا على مستوى البيت السياسي. على المستوى الإقليمي رفع أسعار النفط الإقليمي أو العالمي، رفع إنتاج وتخفيض أسعار النفط تنفيذا لطلب من أمريكا بضرب الاقتصاد الإيراني والروسي. وكذلك على المستوى الإقليمي الدخول في الحلف ضد دولة العراق والشام، دخول بقوة وعلنا وبمشاركة عسكرية مصورة ومعلنة أمام الناس على غير العادة. وكذلك المشاركة بطريقة غير واضحة في الأزمة اليمنية. هذه أهم المحطات التي حصلت، إضافة إلى قضايا أخرى حصلت في الداخل بما فيها إعلان الميزانية التي فيها عجز لأول مرة منذ عدة سنوات. نعم. طيب، لو أخذنا هذه النقاط نقطة ونأخذ المواضيع مجزأة، نبدأ من الداخل، من قضية ترتيب البيت الداخلي. الحقيقة الملك عبد الله يدخل في الآونة الأخيرة يدخل المستشفى باستمرار، عمليات جراحية وما إلى ذلك، وهذا له ارتباط بالسن أيضا. اليوم دخول الملك فهد إلى المستشفى، الملك عبد الله عفوا، تحت مسمى فحوصات طبية، أثار فزعا حتى على مستوى البورصة شهدت خسائر ضخمة فور الإعلان عن هذا النبأ. لماذا ما الذي يخيف العالم سواء المالي البورصة أو السياسي من دخول الملك عبد الله إلى المستشفى؟ ما عدا الخلاف بين سعود وفيصل لم يكن هناك قلق من انتقال الحكم بعد الملوك. بعد فيصل كان هناك اطمئنان أن خالد سيستلم بهدوء وولي العهد فهد. بعد وفاة خالد استلم فهد بهدوء ولي العهد عبد الله. الآن المرة الوحيدة التي هناك قلق في الداخل وفي الخارج، كما سمعنا مقال سايمون هندرسون. القلق هذا حقيقي سواء للناس في الداخل أو في الخارج، له عدة أسباب. نعطيكم المعطيات التالية. أولا، لا يوجد دستور مكتوب، وما يسمى بهيئة البيعة. نظام هيئة البيعة تقريبا قضى عليه الملك بنفسه، هو الذي أعده، هو الذي قضى عليه حينما عين نايف بدون اعتبار لهيئة البيعة، وعين سلمان بدون اعتبار لهيئة البيعة، وعين أنشأ منصبا جديدا سماه ولي العهد دون اعتبار لهيئة البيعة. بل أعلن في تعيين مقرن ولي العهد، وضع بندا خطيرا، قال لا يجوز لأي كائن كان أن يغير هذا النظام، أنه لازم خلاص يصير ولي عهد. إذا راح ولي العهد يصير ولي عهد، وإذا صراح 2 يصير ملك. إذا راحوا 2 والملك وولي العهد يصير على طول ملك. وكأنه قد أعد الخطة لقفز الطابور الذي أمامه. فلا يوجد دستور ولا يوجد كونسنسس، إجماع داخل العائلة كما كان سابقا. فالمجال مفتوح للخلاف، خاصة وأن هناك تحزب في العائلة. سبب التحزب أن عبد الله وأبنائه معهم شخص مهم في البلد ليس من آل سعود، يسمى خالد التويجري. خالد التويجري هذا مدير الديوان الملكي، رئيس الديوان الملكي، وشخص له نفوذ هائل. سبب نفوذه أنه ابن عبد العزيز التويجري الذي كان الحاضن والأب الروحي للملك عبد الله. فحينما توفي عبد العزيز التويجري طلب الملك عبد الله أن يكون هذا ابنه وهذا هو المقدم عنده. فوفاء له قدمه. وهذا الرجل خالد التويجري مدرب
أنه كيف يتقن التحكم بالملك عبد الله. والملك عبد الله شخصيته تسمح بالتحكم، يعني ليس بذلك الواعي والذكي والمدرك، شخصيته ضعيفة ومحدودة وتسمح بعقليته محدودة كذلك وعلمه محدود، فاستولى عليه استيلاء كاملا خالد التويجري، ونفذ الأجندة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يريده. يعني 80% من التعيينات في البلد يختارها خالد التويجري، حتى الأمراء، تعيينات الأمراء يختارها خالد التويجري، والوزراء والعلماء، وكثير من القرارات التي تجري في البلد تحصل بناء على ترشيح التويجري. الأمراء في البداية ما كانوا مهتمين بهذا الموضوع، إلى قبل حوالي 5 سنوات بدأوا يحسون أن هذا التويجري يريد أن يغير ترتيب البيت ويتخلص من طابور أولاد عبد العزيز ويقفز إلى أولاد عبد الله، حتى يبقى بعد وفاة عبد الله يبقى مسيطر على الحكم. يعني أولاد عبد الله بالذات متعب فيه نفس صفات والده، محدود العقلية، محدود العلم، محدود التجربة، فيستطيع خالد التويجري أن يتحكم به وربما حتى يقفز فوقه ويتخلص منه في يوم من الأيام. فأحس عدد من آل سعود بهذه الأزمة، فبدأت الأصوات تخرج الآن يعني علنا. يعني كان الجدل يدور في داخل دوائر العائلة الحاكمة من قبل الكبار، طلال بن عبد العزيز، عبد الرحمن بن عبد العزيز، متعب بن عبد العزيز، تركي بن عبد العزيز، أحمد بن عبد العزيز، لكن الكلام كله في داخل دوائر مغلقة ويتسرب بوكالة يقولون، يعني ليس هناك وسيلة إعلام تنقل هذا الكلام. حديثا فقط بدأ هذا الكلام يخرج السطح على لسان أمراء من الجيل الثاني، اللي واحد منهم اسمه خالد بن طلال، وما كان ليتكلم لولا أن هناك يعني مجموعة من الأمراء خلفه، والثاني سعود بن سيف النصر بن سعود بن عبد العزيز، يعني حفيد الملك سعود. كلاهما يكتبان في التويتر ويقولان أنهما يرفضان هذا الترتيب ويرفضانه باسم مجموعة من العائلة، والمرشح في عين العائلة هو أحمد بن عبد العزيز وليس مقرن. فنوع كأنه تمرد، لكنه بسبب الأدب مع الملك لا يريدون أن يضعونه بها بإطار صريح، فإنما الكلام واضح أنه مرفوض، أن مقرن مرفوض، وأنه مرفوض ليس لذاته، مرفوض لأن مقرن شخص ضعيف على كل حال، ووضع حتى يغلق الطريق أمام أحمد والآخرين. فهم لا يرفضونه كشخص، لكن يرفضون الترتيب الذي يديره خالد التويجري. نعم. هذا الكلام قبل مرض الملك. الآن مرض الملك ماذا سيحصل بعد ذلك؟ هنا الإشكال. هنا عدة سيناريوهات. هل ستحصل يندلع الخلاف قبل وفاة الملك أو بعده؟ إذا استعجل التويجري ومتعب ودائرة الملك، إذا استعجلوا وأصدروا بيانات يريدون أن يدركوا الأوضاع قبل وفاة الملك، مثلا الملك قد يقيل سلمان بسبب الألزهايمر يرقي مقرن إلى ولي عهد، فيكون وجوده حيا أقفل الباب على الآخرين، لا يتجرؤون أن يخالفوا الملك وهو حي. نعم. مثلا الملك نفسه يقول والله تعبت أتنحى وكذلك أقيل سلمان ويقفز مقرن إلى يصير ملك. هذا الكلام يدور في أوساط والجناح الثاني يعلم أنه يدور في أوساط خالد التويجري والآخرين، فهناك توتر شديد في كلا الطرفين حسب ما ينقل لي بعض الأخوان القريبين من العائلة الحاكمة، وتوثب واستعداد للمواجهة. الكلام هذا ممكن يحصل قبل وفاة الملك، ولكن التجربة في الملكيات وخاصة في السعودية تشير إلى أن الملك يتشبث بالسلطة حتى وفاته، لا يمكن أن يتنازل طالما هو حي. صح، إلا في حالة واحدة، إذا كان تعبان جدا وتم التكتم على الأسرار واتخذ القرار التويجري. إذا التويجري هو الذي اتخذ القرار فسيصدر قرارا باسمه هو دون أن يستشيره. يعني هو في كرسيه وفي سريره لا يعلم ماذا يجري أو بالكاد يعلم، فلا يستشيره ويصدر قرارا. إنما الملك عادة يتشبث كما ذكرت، لكن قد يقيل مثلا سلمان ويقدح